حادث ريجيني وحادث الأخ شريف حبيب اللي وجد مقتولا في جراج في لندن ومحروق. الحقيقة هذه الأحداث بالمنطق كده هي لها تحليلين. ممكن تبقى أحداث جنائية عادية جدا، واحد اتقتل نتيجة خلاف مع حد، مشكلة مع حد كان بيسرقه وبعد كده قتله، ممكن يبقى حادث جنائي. وده مش معناه ان الدماء دي رخيصة، لا، معناه ان الدماء غالية، ودماء شريف حبيب مش ارخص من دماء ريجيني، ولا دماء ريجيني ارخص من دماء شريف، هي دماء انسانية بشرية. احنا بنحزن لأي دماء، وكل الدماء عندنا متكافئة. لكن من حقي كمصري ان دم المصري يبقى غالي عندي، وكنت لا استهين بدماء الاخرين، لكن مصري من حقي ازعل عليه اكتر، من حقي اغضب اكتر، من حقي اقول انا عاوز حقه اكتر، لانه مصري ابن بلدي. فممكن يبقى حادث جنائي، مشكله حصلت بينه وبين حد فترتب عليها انه اتقتل، وده بيحصل كتير. وممكن يبقى حادث مدبر.